بتدور على محل في منطقة ساكنة وعايشة في العاصمة الإدارية؟ اسمع الفيديو ده للآخر. النهاردة الشركة بتطرح خامس مشروع ليها في قلب العاصمة الإدارية جنب كنيسة ماري جرجس وجايد بارك والبرج الايقوني، وفي قلب منطقه الار 3 كومباوند المقصد. من اهم مميزات اللوكيشن ان انت في قلب منطقه ساكنه وعايشه من النهارده، يعني انت تبقى ضامن التشغيل بتاعك بعد سنتين من النهارده استلام المحل بتاعك. والاول مره الشركه بتنزل بثلاث مشاريع مره واحده في نفس الوقت، والتسكين بتاعنا هيكون بعد العيد. ميزه المشروع بتاعك ان انت جنبك مدرسه النيل الدوليه، جنبك كنيسه ماري جرجس، انت في قلب منطقه الواحه في منطقه الار 3 اللي هي تبقى اكبر منطقه لاند سكيب موجوده عندك في الار 3. النهارده الشركه بتطرح خامس مشروع ليها باقوى نظام سداد موجود في السوق العقاري. انت بتدفع مقدم واقساط لحد الاستلام، وبعد كده الشركه ملزمه ان هي تاجر لك الوحده بتاعتك بعد الاستلام. تعال اشرحها لك ازاي. النهارده انت دفعت لي 5 مليون، فانت دفعت لي مقدم 15% وقسطت لي البيع على 7 سنين، بس انا باخد منك مقدم واقساط لحد الاستلام لمده سنتين. من السنه الثالثه الشركه ملزمه ان هي تاجر لك الوحده بتاعتك من 20 الى 30% من ثمن الوحده بتاعتك. يعني اقل ايجار هيجي لك في المحل مليون جنيه اللي هو بيسد لك 100% من القسط بتاعك، وفي نفس الوقت بيرجع لك ارباح حوالي نص مليون جنيه بعد ما بتدفع القسط بتاعك. المساحات بتبدا من اول 20 متر، الاسعار بتبدا من اول 200,000 الى 400,000 جنيه. المشروع على مساحه 3800 متر، هو كله تجاري ارضي واول وثاني. انا شنوده بدر، CEO شركه الاهرام. سجل معانا دلوقتي واحنا نبعت لك كل التفاصيل.